بديت كأستاذة ديال التعليم الابتدائي، ولكن من بعد انتقلت باش قريت الفرنسية في الثانوي الإعدادي، وكذلك العلوم الفيزيائية بالثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي. الوغ بالنسبة للتجربة، عندي تجربة كبيرة، لأن هذا العام رانا كملت 30 عام في الحقل التربوي. وطبعا كما قلت راه انا قريت في بزاف ديال الاوساط. بديت بالعالم القروي اللي كانت فيه واحد التجربه لا يستهان بها، اللي امتدت لمده 20 سنه. من بعدها انتقلت للتعليم بالمدينه ولا بالوسط الحضري. وطبعا تدرجت المهمه ديالي من استاذه ديال التعليم الابتدائي لاستاذه ديال التعليم الثانوي التاهيلي والاعدادي، ومن بعد رجعت للتعليم الابتدائي في 2015 باش دخلت للعالم الحضاري. الاكراهات كثيره، منها اولا قبل ما في الاول فاش يلا دخلت، وخصوصا بنت هذه الاكراهات باش دخلت للعالم الحضاري. باش كنت في العالم القروي كانت الاكراهات ديالي كانت غير ديال الوسائل ديال التنقل، المسالك باش نوصل للمدرسه، التجهيزات ما كانش مثلا بحال الماء والكهرباء، وكانت بعد النوبات ما كتكونش في المدارس. ولكن من بعد باش انتقلت للعالم الحضري حسيت بانه كاينه اكراهات اخرى وكاينه تحديات اخرى. من الاكراهات اللي كانت عندي في العالم الحضري هو اولا عدم التحكم ديال المتعلمين في تعلمات الاساس، وهذا لمستو بواحد بطريقه كبيره اولا بقوه فاش مشيت نقري في الاعدادي والثانوي التاهيلي. باش مشيت نقري الفرنسيه والفيزياء، لقيت بان مجموعه ديال التلاميذ لا يستهان بها، كانت عندهم صعوبات في تعلمات الاساس، وهذه الصعوبات اثرت على المسار ديالهم الدراسي. ولذلك منين رجعت للابتدائي باش نقري فيه في 2015 كنت كنركز على هاد تعلمات الاساس، ان وليداتنا اللي غادي يكونوا في المستوى السادس واللي غادي ينتقلوا للتعليم الاعدادي خاصهم يكونوا متمكنين من التعلمات ديالهم الاساس، لا سواء في اللغه العربيه ولا في اللغه الفرنسيه ولا كذلك في الرياضيات، لان هي اللي غادي تساعدهم على اولا المتابعه ديال الدراسه ديالهم، وكذلك هي اللي غادي تقدر تحميهم من الهدر المدرسي اللي كيعرفوا طبعا الثانوي الاعدادي. في الحقيقه باش كنت في المنتدى حسيت بالفخر، لان مجموعه ديال الفاعلين التربويين سواء كانوا اساتذه او لا كانوا ناس ديال او لا مفتشين او لا اطر في الوزاره، كلهم نوهوا بالتدخل ديالي، وكلهم حسوا بانني كنت صادقه في كل كلمه كنت كنقولها في المنتدى، لانني نقلت التجربه ديالي بكل صدق اللي عندي في القسم، وكنت كنتمنى انها تكون ملهمه للاساتذه الزملاء ديالي والاستاذات طبعا. ولكن من مثال المنتدى، انا في الحقيقه ما كندخلش لمواقع التواصل، ملي درت التنميه الذاتيه ما كندخلش لمواقع التواصل ابدا، ولكن بعض الاصدقاء والصديقات وكذلك بعض الاعضاء من او الافراد ديال العائله ديالي كانوا كيصيفطوا لي شنو كيجاوبوا الناس، وهذا انا كنت تعجب، لانني ما في الحقيقه التدخل ديالي في المنتدى كان عنده هدف واحد، وهو ان اولا نبرز الذكاء ديال وليداتنا اللي عندنا في القسم، ونقول بان الاستاذ راه هو الفاعل اللي يقدر ياخذ الادوات والوسائل ويقدر يسخرهم في الخدمه ديال طبعا ديال جوده التعلمات وجوده الحياه المدرسيه كما بان في التدخل ديالي. مصطلح الانفتاح، انا كنقري المستوى السادس والمستوى الخامس، كنقريهم الرياضيات والفرنسيه. ملي كانت كتسالي الحصه ديال الرياضيات، واحد التلميذ عندي يلا كنقولوا راسله الحصه كينوض تيستلقي على الارض. الوغ انبطاحه ما فيها حتى شي اهانه لشي تلميذ او لا عندها شي معنى ديال التدني. انبطاحه هي استلقى، وانا فعود انا كيعجبني انني نستعمل هذه المصطلحات ديال اللغه العربيه، وكنت بكل عفويه كنقول ان الوليد كان كيستلقي كل نهار، كان كيكررها، ومني كنسولو كيقول انا كنموت على الرياضيات وكنموت على هذه القاعه وكنموت على الاستاذه.
انبطح بالنسبه ليا المفهوم ديالها باش جات في السياق اللي جات فيه في الكلمه ديالي في المنتدى. انبطح معنيتها بيئه امنه. الا ناض الوليد من بلاصتو انه باش يستلقي في الارض، شنو معنيتها؟ انه في القسم كيحس ببيئه امنه، كيحس بان القسم ديالو وبان ما كاين لا قمع، ما كاين لا حتى شي واحد ما غادي يقدر يقول ليه يحبسو باش ما يعبرش على المشاعر ديالو. انبطح اللي جات عندي انا كتساوي عندي كذلك موهبه في الرياضيات، وجا الوقت باش نعطيو المدرسه المواهب، نعطيوها الوقت ديالها ونعطيوها الاهتمام ديالها. لان شنو هو الطموح ديالنا؟ ان المدرسه تبحث على الذكاء ديال كل تلميذ، على حده حنا كنعرفوا بان كاين هناك تعدد الذكاءات، وتدفع كل متعلم الذكاء ديالو اللي كيميزو. باش غادي نفعلوا هذا الشيء بالصقل ديال الموهبه ديالو، لان الصقل ديال الموهبه ديال كل تلميذ هي اللي غادي تخليه يتميز، غادي تخلينا نكتشفوا الذكاءات اللي كيتميز بها وندفعوا انه يمشي في هذاك المسار. اش كتعني ليا انبطاحه في القسم؟ كتعني ليا ان هناك استاذه كتراعي الميولات ديال التلاميذ ديالها، كتراعي الرغبات ديالهم، كتعطيهم واحد المتسع، واحد ديال الحريه في الداخل ديال القسم، لان ما يمكنش اي تلميذ في اي قسم غادي ينوض وغادي يدير داك لو جيست. الوغ بالنسبه لوليداتي التلاميذ كنقول لهم انا دائما معكم، دائما مع الاشياء اللي كتحبوها في الداخل ديال المدرسه، وما غاديش يهدى ليا البال ديالي حتى تولي المدرسه المغربيه المدرسه اللي يقول عليها كل طفل مغربي جنتي التي احبها. يقول مدرستي هي جنتي التي احبها، يعني يجي للمدرسه وهو فرحان، يلقى هذيك المدرسه كتلبي جميع الحاجيات ديالو كيف ما كانت، سواء على المستوى الاجتماعي ولا المعرفي ولا المستوى ديال الرياضي ولا اي حاجه كيبغيها في المدرسه خاصها يلقاها ان شاء الله في المدرسه. بالنسبه للاساتذه كنقول للزملاء ديالي انني ما نقدرش نوصل الصوت ديالهم او لا ديال المعاناه ديالهم في الكلمه اللي كانت في المنتدى، ولكن انا كنوصلها في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، وعندها المنبر ديالها اللي غادي تكون فيه يعني. وكنقول لهم انهم حتى ولو ان نكونوا مختلفين في وجهات النظر، خاص تكون اولا النقد خاص يكون موضوعي وخاص يكون شفاف باش يتقبلوا الاخر. وكنقول لهم انهم يخدموا على راسهم بالتدريبات والتكوينات والتكوين خصوصا الذاتي، لانه هو اللي غادي نديروا يدي في يد باش ننهضوا بهذه المدرسه ما نكونوش مفرقين. خاصنا كاملين واخا يكونوا الاختلاف في الراي، هذا غادي المصلحه الفضلى ديال الطفل خاصها تخلينا كاملين مجموعين ويد واحده. وشكرا.